السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا بقى نعمل كيكة قطنية هشة ولذيذة واسفنجية. انا مسمياها كيكة الطيبين. بتاكلوها كده تحسوها في بقكوا طيبة كده، تحسوها حاجة جميلة من الزمن الجميل، حاجة عشرية كده منكو. بصراحة طعمها تحفة. اول حاجة هنعملها وهي الصوص. هنجيب كوباية زيت وكوباية حليب وكوباية سكر ونص كوباية كاكاو خام غير محلى، وعليهم معلقتين لبن بودر وده اختياري. نضربهم كويس في الخلاط لحد ما القوام يتقل، وهيوصل للقوام اللي هتشوفوه دلوقتي. اهم حاجة ان الكاكاو يكون نوعه نضيف عشان ما يكونش مر وقت الاكل، ما تحسوش بمرار. هناخد بقى ناخد كوباية من الخليط اللي عملناه من الصوص ده، وهنكمل بقى الباقي. نحط باقي المكونات في الخلاط ونضربهم مع بعض. هي ايه بقى؟ هنحط 3 بيضات على باقي الخليط اللي في الخلاط، وهنضربهم كويس قوي قوي مع بعض، وننزل الصوص اللي في الجوانب بتاعة الخلاط عشان يتضربوا كلهم مع بعض. هننزلهم في البولة اللي هنشتغل فيها. نحط عليهم كيسين فانيليا كبار او معلقتين فانيليا لو الفانيليا سايلة، ونحط كوباية دقيق عليها معلقة كبيرة بيكنج باودر، وعليها ربع كوباية كاكاو خام غير محلى بودر برضو، وعليها معلقتين لبن بودر وده برضو طبعا اختياري، وربع معلقة صغيرة ملح عشان يظهر طعم كل مكون في الكيكة. وهنقلبهم كويس مع بعض. هندخل طبعا المكونات الجافة هندخلها كويس. ان احنا ندخلها دي خطوة يعني اساسية مش اختيارية، علشان الدقيق يكون هش يخلي العجينة هشة اكتر. هنفضل نقلب. لو القوام كان تقيل زي ما انا عملت دلوقتي، زودت لبن معلقتين بمعلقتين لحد ما القوام يتظبط معانا. وهندهن الصينية اللي هنشتغل فيها كويس زيت. هي دي مقاس 24. هي بصراحة يعني المفروض ما تكونش اكبر او اقل من كده. هندهن الصينية من الجوانب كويس زيت، ونجيب معلقة كاكاو ونرشها او معلقة دقيق عادي. نحط الخليط ونخبطه خبطتين 3 كده لحد ما يفرغ الهواء اللي فيه كله. وننضف حواف الصينية علشان ما تتحرقش مننا. وانا كنت مشغلة الفرن من قبلها على درجة حرارة 200. اول ما هندخل الصينية هنخلي درجة الحرارة 180. هنشغل من تحت بس لحد بالظبط خدت معايا 40 دقيقة وكانت كويسة جدا. بعد ال40 دقيقة قفلت من تحت وولعت من فوق، اخدت 5 دقايق. بعدين هنطلعها نخرمها وهي سخنة كده، نخرمها بأي حاجة ونصب عليها نص كوباية حليب ونسيبها تبرد تماما. نغطيها ونسيبها لحد ما نحس ان هي باردة خالص. لو كانت دافية او سخنة الصوص مش هيمسك فيها وهيقع من عليها، هيسيح من عليها. وبس بعد ما تبرد نجيب الصوص اللي احنا عملناه في التلاجة ننزله عليها وندهنها، وهناكل احلى كيكة شاتو في الدنيا. طعمها تحفة تحفة تحفة. وانا مش مزودة سكر، انا بحب السكر يبقى معادل بعضه، الصوص مع سكر اللي في الكيك كويس. يعني انا ممكن حد تاني يشوفها دلع، انا بالنسبه لي السكر كويس قوي. لو انتوا حابين تزودوا سكر ممكن تزودوا سكر في الخطوه وهي في البوله. لما بننزل بالمكونات في البوله ممكن نزود عليهم نص كوبايه ربع كوبايه على حسب السكر اللي انتوا عايزينه. شايفين بقى طالعه ارتفاعها كويس قوي عشان ما حطيتش الخليط في صينيه كبيره. كل ما بنصغر في حجم الصينيه بيطلع الارتفاع بتاعها مناسب قوي معانا. جماعه انتوا مش متخيلين ملمسها في البق قطنيه كده وهشه وجميله جميله قوي. كيكه طيبه فعلا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد.